أحب أن أوضح نقطتين مهمتين. كثير من الناس حتى غير الكرد يسألون: طيب الكرد سومريون وخوريون وإيلاميون وكاشيون وميديون وبابليون، كيف هالأسماء وهالأقوام؟ فالشعب الكردي أو أسلاف الكرد أيضا هذه الأسماء: السومريون، البابليون، الكاشيون، الخوريون، هؤلاء كلهم سلالات، عائلات كردية أو قبائل كردية. كل قبيلة أو حتى باسم الشخص قاموا بتأسيس دول في أوقات متزامنة أو في أوقات مختلفة. فلذلك كل هذه الأقوام كلها أقوام كردية، وقاموا بتأسيس هذه الدول. وهذا ليس غريبا حتى بالنسبة للعرب. مثلا العرب هم أسسوا الدولة الأموية، الدولة العباسية، من نفس القبيلة، قبيلة قريش. وأيضا الآن المملكة العربية السعودية هم عرب بأسماء مختلفة. وهكذا بالنسبة للشعب الكردي أيضا بنى حتى في التاريخ الحديث أيضا حديث في إمارات الكردية: إمارة بابان، أردلان، بادينان، زند، روادية، وهذه هم أسماء مختلفة لشعب واحد. النقطة الثانية، يجب أن نعرف بأنه قبل سنة 3000 قبل الميلاد لم يكن في المنطقة أي شعب غير الشعب الكردي. حتى بالنسبة مثلا اليونانيون في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد هاجروا من الطرف الجنوبي من شبه جزيرة البلقان إلى المنطقة التي تسمى الآن اليونان. هذا يثبت عدم وجود اليونانيين في المنطقة في زمن مثلا ابتكار الزراعة. فقط الشعب الكردي كان موجود في المنطقة. بالنسبة للأموريون، الساميون أو العرب الآن، فهؤلاء أيضا هاجروا كمهاجرين إلى كردستان، إلى بلاد سوبارتو، أقليم جنوب كردستان الحالي، في حوالي سنة 1100 قبل الميلاد. يعني بالنسبة للتاريخ القديم هذا التاريخ حديث نسبيا. وكونوا، وكان طبعا للعلم مع الأسف يعني كثير من الناس لا يعرفون بأن أسلاف الكرد السوباريين هم الذين أسسوا دولة آشور وحكموا آشور، وآشور باسم الإله السوباري آسور. والبابليون غيروا السين إلى شين وجعلوا آشور، وإلا الاسم كان آسور. وحتى لأكثر من 1000 عام كانت الدولة الآشورية يحكمها السوباريون. الدولة الآشورية دولة كردية. الأموريون حكموا
بلاد آشور لمدة فقط 488 سنة، من سنة 1100 قبل الميلاد إلى سنة 612 بعد سقوط الدولة الآشورية من قبل البابليين والميديين. وأيضا مصطلح الأموريون ليس مصطلح إثني، مصطلح جغرافي. فأمور باللغة السومرية تعني الغرب، فكانوا يعيشون إلى غرب بلاد ميزوبوتاميا في الصحراء السورية الحالية. فلذلك هم ليسوا من عرق واحد، وإنما اسمهم اسم جغرافي. بالنسبة الفرس جاءوا من منطقة بحر قزوين إلى بلاد فارس الحالية في حوالي سنة 1100 قبل الميلاد. طبعا الآن بعد الانتهاء من هذا الموضوع سأقرأ أيضا المصادر التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة. بالنسبة للأرمن الذين يدعون أن الخوريين والأرارتيون وما أيضا يسموهم الخالديون أو الخلديون على أساس هو أسلافهم. فيذكر المؤرخ مروان المدور، هذا مؤرخ عربي وليس مؤرخ كردي، يقول أن الأرمن شعب هندو أوروبي آري غربي غادروا منطقة البلقان في القرن الثاني عشر قبل الميلاد إلى آسيا الصغرى عبر البسفور والدردنيل، ثم توغلوا شرقا على مراحل حتى وصلوا إلى أرارات أواخر القرن السابع قبل الميلاد، ووصلوا إلى أرمينيا الحالية بعيد الزرال دولة أورارتو. فدولة أورارتو ما كانت موجودة، اختفت دولة أورارتو قبل أن يأتي الأرمن إلى المنطقة ويحتلون بلاد أورارتو أرمينيا الحالية. فلذلك يقول الأستاذ مروان المدور بأن اسم أرمينيا لم يتشكل كما نعرفه اليوم إلا اعتبارا من أعوام 550 إلى 521 قبل الميلاد. يعني بالنسبة للتاريخ الكردي تاريخ الأرمن حديث جدا. وأيضا بالنسبة للعرب كما نعرف خلال الاحتلال العربي الإسلامي جاءوا إلى كردستان. أما الأتراك فطبعا معروفون، حوالي قبل 900 سنة وصلوا إلى المنطقة واحتلوا جزءا من كردستان وجزء آخر من بلاد اليونان. حتى قبل تاريخ حديث كانت هناك إمارات كردية في أذربيجان وأرمينيا. إمارة روادي مثلا من سنة 948 إلى 1071 ميلادية الكرد حكموا هذه الإمارة، والتي شملت على مناطق مراغة وتبريز وأذربيجان وورمي وخوي وسلماس وأرمينيا. إمارة شدادي إمارة أخرى حكموا المنطقة من سنة 951 إلى 1198، يعني حدود 150 سنة حكموا. شملت منطقة أران في مدن بردعة ودبيل وجنجة وباكو، وهي مناطق واقعة في كل من أرمينيا وجمهورية أذربيجان
الحاليتين، وكانت تمتد حتى مدينة رواندرز. وكما سمعنا عن جمهورية كردستان الحمراء التي تأسست سنة 1923، يعني خلال القرن الماضي تأسست هذه الجمهورية، وإذا لم يكن هناك كرد فكيف تم تأسيس هذه الجمهورية قبل 100 سنة فقط؟ فعندما تم عقد اتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية وحصلت الثورة البلشفية بقيادة لينين، فلينين سحب قواته من شمال كردستان، وبذلك وقع شمال كردستان تحت الحكم التركي. ولو من سوء حظ الكرد، الشعب الكردي، لو لم تحصل الثورة البلشفية في سوريا لكانت كردستان مستقلة الآن، مثل كانت تكون جزءا من الاتحاد السوفيتي في روسيا. الثورة البلشفية في روسيا نعم. طبعا الثورة البلشفية حدثت في روسيا، فلولا هذه الثورة لكانت كردستان تبقى كدولة ضمن الاتحاد السوفيتي، وبعد انحلال الاتحاد السوفيتي كانت تصبح دولة مستقلة مثل بقاء الدول الباقية مثل جورجيا وكرواتيا وأرمينيا وغيرها من الدول. وخير دليل وإثبات على أن كردستان هي وطن الكرد منذ ما قبل التاريخ، منذ أكثر من 100,000 سنة، حيث تم العثور خلال هذا العام على عظام شخص في كهف شانيدر الواقع في جبال زاغروس عند الحافة الشمالية الغربية لسلسلة جبال برادوس، ويطل على وادي الزاب الأعلى بالقرب من مركز ناحية شانيدر. يعود تاريخ هذه العظام إلى ما قبل 12,500 سنة عمر هذا الشخص، فتم فحص DNA لهذه العظام، عظام هذا الشخص، واكتشف العلماء أن الشعب الكردي الحالي هم أحفاد ذلك الشخص قبل 12,500 سنة، ونحن دماؤنا هو نفس دماء هذا الشخص. فلذلك بالنسبة للأكاذيب والدعايات الفارغة التي يطلقها الأعداء على أن الكرد ليس لهم تاريخ وأن لغتهم فارسية، وهذه لا تفيدهم أبدا، والعلم يثبت ذلك، ولا يمكن إنكار هذه النتائج العلمية. فمن المصادر التي استعملتها للموضوع الذي شرحته هو كتاب خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن للعلامة محمد أمين زكي. الجزء الأول صادر سنة 1961،
صفحة 91. 2. مروان المدور، عنوان الكتاب الأرمن عبر التاريخ، بيروت لبنان سنة 1982، صفحة 102. المصدر السابق أيضا لمروان صفحة 82 هامش 2. وأيضا كتب أجنبية، كتاب برايس تريفر صادر سنة 1006 وعنوانه The Trojans and Their Neighbors، صادر عن لندن سنة 2006، صفحة 91. وكتاب جيرالد كادوغان وجون لانغدون كاسكي، عنوانه The End of the Early Bronze Age in Aegean. هذا الكتاب صفحة 125 وصادر في سنة 1986. كتاب آخر دياكونوف صادر سنة 1985، The Cambridge History of Iran، ميديا كامبريدج يونيفرسيتي بريس كامبريدج، صادر من جامعة كامبريدج.